صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد ويوم جديد. أول ما نتبارك بالصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم روتيني من الريوق. طبعا انتم وايد تحبون فقرة الريوق، وطبعا كالعادة أنا وحيدي همين دا أتريق حتى إن شاء الله نبلش نخلص شغلنا. طبعا راح تجي المدارس وسويت تقريبا تعزيلات للبيت قبل المدارس، لأن تدرون بعد ضغط يعني نفسي وقراية ويعني واجبات، فواحد لازم هسه شوية يرتب شغلاته قبل المدرسة. طبعا هنا ريوقي بسكت وجيمر، وإن شاء الله راح تشوفون باقي روتيني، بس هسه راح نتريق وإن شاء الله يا رب يعجبكم الروتين. هسه نبلش بسم الله. طبعا أكثر الأمهات العراقيات نفس حالتي تقعد الصبح تتريق، أكيد يعني هم وحيدها وتخلص شغلها. يوم عراقي وأم عراقية تسوي واجباتها، طبعا البيت والطبخ كله على الأم. طبعا هواي جتني أسئلة، انتي منين وش قد عمرك وش قد عندك اطفال؟ اني مسوية فيديو تعريفي، بس اللي يفوتون علي جدد يحبون هم يعرفون. طبعا اني من بغداد، وعندي 4 بنات وولد، وزوجي موظف، وعندي بنات 2 موظفات، خير من الله الحمد لله والشكر. وطبعا اني عمري 48 سنة، وعندي احفاد 2 الله يخليهم ويحفظهم ان شاء الله. طبعا هذا على طلب بنية، قالت أني قناتك كلش أحبها وحبيت أعرف أني المن دا أتابع. حبيبتي هذا الفيديو إلك، قلت لكم أنا عندي 4 بنات وولد، خير من الله، وقاعدة بغداد ساكنة، واللي حاب يعرف بعد شي يكتب لي بالتعليقات. هسه راح أكمل الريوق ونشوف باقي، ابقوا وياي حبايب. طبعا هسه بديت امسح بالكاونتر والساحبه لان صار لي فتره ما ماسحتهن. طبعا اليوم الغداء انا عندي كبه سراير، حسوي كبه حامض وياها، وراح اسوي الغداء. يعني اليوم اني عندي غدا، يعني مجمدت هاي الكبه، بس اسوي الشوربه الحمراء واخلي بيها الكبه. فاستغليت قلت خلي اسوي الكاونترات واصفط المواعين، لان اليوم أنا الغدا بسيط عندي مو ذاك التركيب. طبعا هنا نظفت كملت غسلت المواعين، وهذا القاطع هم كله غسلته بالديتول، لأن بنات شوية ديتول يعقم وينطي ريحة طيبة للبيت. يعني كلش أحب ريحة الديتول بنات، خاصة من أخبطه ويا شوية زاهي ينطي يعني نتيجة روعة. هسه بنات أنا هنا راح أكمل المطبخ، والبنات نظفن البيت، وهسه تشوفون هم روتين الغداء. طبعا هذا روتيني بناتاني يومية، تنظيف، ما أخلي يعني الشغلة تتراكم علي، يعني يوم بيومه. الثلاجة مجمدة عندي، البراد كل هذا أني أمسحه يعني يومية، حتى شنو ما يتراكم عندي. بس الكاونتر صار لي يعني
تقريبا 5 أيام ما مسحته. فخليته شوية قاصر وزاهي ومسحته كله، لأن تدرون شوية بيه بياض، فكل شي يبين بيه. فواحد لازم على طول ايديه بالكاونتر، خاصة إذا كان فاتح. يعني أنا بيجي وأسود، تدرون حتى الأسود يبين بيه يعني أي طقعة مي أي شي. وهنا هم مسحت الميز وغسلت الماعين كملت. بعدها سويت الشوربة، طبعا هذا غدانا. سويت الشوربة الحامض كلش طيبة صارت، وباقي الكوبا ايش قد هشة. يعني أنا دائما أسوي كوبا وأجمدها، تفيدني بأوقات يعني إذا عندي شغل بالبيت أو لود. فأسوي هاي الأكلة، ما تاخذ من عندي وقت. وسهمنا وسهمكم يا ربي ألف عافية إن شاء الله. وطبعا عندي فاصولية، يعني هم بايته سويت لهم إياه ويا الشوربة. هنا بعد ما خلصنا الغداء اشتهوا محلبي، قالوا نريد صارنا فترة من رمضان ما ماكلينه، فحبيت أسوي المحلبي وياكم، وأخلي وياه موز وأخلي وياه بسكت. يعني طيب بالعصرية منه وهيجي، تدرون ليل الشتاء يعني واحد يحب الحلا. فهنا خليت حليب ونشا وشكر، وراح أخلي عليه كاكاو لأن يحبوه كاكاو. بس الكاكاو بنات أنا ما ضفته هواية، يعني خليته شوية بس لون فاتح يعني شوية، يعني شلون الكريمي، مو يعني جوزي طاخ، هم هيك يحبوه. هسه راح أنطي للبنات يسوونه على الطباخ بين ما أحضر الموز وأحضر البسكت. طبعا البسكت أنا استعملت بنات استعملت بسكت مالح، يحبونه ويا المحلبي، يعني حلا وملوحة يطلع كلش طيب إذا حابين تجربونه. فقلت لكم هنا خليت نشا 3 خواشيق، العفو 2.5 خاشوق و3 حليب، و2.5 خاشوق شكر. الحلا طبعا انتو يعني انتو بكيفكم، تقدرون انتو تتحكمون بالحلا. وهنا ضفت شوية كاكاو. اخذنا البنات راح يسوون على الطباخ بين ما اجهز اني الماعون. هذا عندي موز. والبسكت طبعا اختياري، تحبون بسكت محشى او بسكت بحلا او هذا المالح. احنا نحب هذا المالح بنات، يعطي طعم كلش طيب ويا المحلبي. هنا عندي موز هم راح اقشره، وراح احضر الماء يعني الماعين بين ما يجي المحلبي يجيب لنا البنات حتى اكمله. هنا راح اخلي كل ماعون 4 بسكتات، اذا حابين تكسرونه او حابين تخلوه هيك صحاح انتو للي يعجبكم. وراح اضيف عليه الموز، طبعا شرائح كلش خفيفة، ما نخليها ثخان حتى ما تبرز بالماعون. هذا يفيدكم بنات للعصرية، إذا تشتهونه تقدرون تسووه، وجبة متكاملة وطيبة. طبعا دخلت لي بنية قالت لي أنا اشتريت تنور مثل مالتك وكهربني وحرارته كلش قوية ورجعته. هو التنور بنات أنا هذا قديم عندي، يعني هو فافون شوية، النوعية مالته يعني شوية زينة. حبيبتي اخذي النوعية الزينة، اخذي الفافون. وطبعا هو بي يعني لزمة مال حراري، ويعني هو عازم مال كهربائي ما ينتل. يعني هسه أنا ما ينتلني. اكو هسه هواي شغلات جاية مال يعني التنانير كلش طالعة وجبات هواية. والله العظيم أنا ما أعرف يا وجبة زينة، بس أنا هذا أخذته يعني من وحدة، وأصلا هو قديم النوعية الزينة. وإن شاء الله يا رب تلقين النوعية الزينة وتأخذيه. هنا حبايبي باعوا هذا المحلبي شلون صار عندنا. هسه ضفته على البسكت وعلى الموز. طبعا نخليه يبرد، يعني يبرد يلا ناكله، ما ناكله هيك حار، وبيهم يحبونه حار. هسه أنا عندي ابني يحبه حار، يعني ياكله ويا البسكت ويا الموز.
وتقدرون تسوون هم هيك تكسرون بسكت، يعني أنا سويت لكم إياه بالحالتين، تقدرون هيك تكسرونه وتقدرون تخلوه بتميته يعني. وهم راح أضيف عليه موز وأخلي عليه المحلبي. فقلت لك حبيبتي إذا حابة النوعية الزينة أخذي الفافون، وطبعا هو بي يعني عازل، وطبعا لازم تستعملين قطعة خشب نطلعين الخبز حتى ما ينتلج. هو طبعا صحيح ينتل لأن هو بالكهرباء، فقطعة خشب طلعي بيها الخبز، ولا تخلي حيل يحمى إذا تردين خبزة ورا خبزة حتى تقدرين تسيطرين عليه، لأن هو جديد هسه انتي تشوفينه صعب عليك، بس بالاستعمال راح تشوفينه كل سهل. إن شاء الله يا رب هاي نصيحتي توصلك. ولهنا حبايبي يخلص الفيديو مالتي ويخلص يومي وياكم. إن شاء الله يا ربي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يجيكم كل جديد. مع ألف سلامة.